حقيقة إنشاء جبهة السلام والحرية جاء تتويجا بحوارات مكثفة معمقة لبناء رؤية سياسية لسوريا المستقبل. سوريا بحسب الوثيقة أو الرؤية السياسية أن تكون سوريا دولة ديمقراطية تعددية علمانية لا مركزية، دولة تقر بالتعدد القومي في سوريا ودستورها يقر بالحقوق القومية لكافة المكونات من العرب والسريان وكلدان آشوريين وأكراد وغيرهم، دولة المواطن المتساوي والتشاركية الحقيقية. نسعى من خلال هذه الجبهة أن نعمل على هذه الرؤية السياسية من أجل الوصول إلى هذه الدولة المنشودة، وهي تتوافق وتتطابق مع تطلعات الشعب السوري الذي قدم تضحيات كثيرة من أجل أن يعيش عيشة بكرامة وبحرية.